السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين والمتابعين لقناة هشام عبد الصمد رضوان، تحياتي لكم وكل عام وأنتم بخير. نحن الآن على ضفاف نهر النيل بقرية الرئة الإبلية، مركز أطفيح، محافظة الجيزة. هذه القرية الجميلة زي ما احنا شايفين كده، احنا واقفين في أرض زراعية أو على أرض زراعية تطل على نهر النيل، أطول أنهار الدنيا اللي ربنا سبحانه وتعالى أكرم بها مصر. نهر النيل ده معروف نهر عظيم، طبعا كان واسع جدا عن كده مئات المرات، ولكن مع مرور الزمن حصل انقراض لغاية ما شفنا كده الايه العرض بتاعه انحصر. ولكن امتداد نهر النيل طويل جدا، يعتبر أطول أنهار الدنيا. احنا واقفين على البر الشرقي من نهر النيل، ودي مجموعة من الأراضي الزراعية زي ما احنا شايفين كده. الغالبية العظمى من الأراضي مزروعة بالقمح، ومزروعة بالبرسيم والبصل وبعض الخضروات، طبعا إلى جانب زي ما احنا شايفين نخيل والموز وبعض الأشجار اللي هي زي أشجار الموالح وأشجار الزينة والنخيل. شيء جميل جدا، هواء نقي جدا. طبعا ده احنا في أواخر أيام طوبة، الشمس بسم الله ما شاء الله يعني في السماء، والجو دافي جدا. طبعا في سحاب زي ما احنا شايفين، بس بيحجب أشعة الشمس. لما بيحجب أشعة الشمس يبدأ الهواء يزداد، ولكن هواء دافي. هدوء، يعني هدوء وهواء نقي، يعني راحة بال فعلا. صديقي بيقول راحة بال، فعلا راحة بال، والإنسان عايش حالة نفسية سعيدة جدا. طبعا في الصيف بيختلف الامر، يعني في الصيف ممكن نلاقي نهر النيل ده مليان مراكب صيد، لكن طبعا معروف ان جو الشتاء بتبقى السمكة في قاع النهر زي ما بيسموها بالبلدي كده، نايمة من الساعة ومن في الشتاء بالذات، يعني لانه ما يعتبرش موسم للصيد. طبعا الصيد يبدأ في شهر 8 أو 9. احنا طبعا دلوقتي لسه في شهر 2، في أوائل الأسبوع الأول من شهر فبراير. طبعا ده مكان جميل جدا للصيد. المية كانت بتوصل لغاية الحجارة دي، لكن المياه انحصرت، نزلت تحت الحجارة. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.